اه. اغتربت في السعودية؟ من 40 سنة اغتربنا. 40 سنة. طيب اشتغل، تعرف واحد اسمه محمد عبده سيف اشتغلتوا عنده في عنيزة؟ ما بينه. بينه انه بيطلبكم 600 ألف ريال سعودي، انتم مطلوبين بإبراء الذمة. ما تخبط انت ما تقول. ها؟ ما تخبط ما تقول انت. ما بيسمعنيش. عندنا صك شرعية يا أستاذ محمد المحمدي، عندنا صكوك شرعية وعندنا أوراق تقسيط وعندنا كل شيء. ايوه دحين عم محمود هو بيسمع المبلغ 600 قد يتثاقل سمعه احسن مما يسمع المبلغ، لانه لو يسمع يقول لك يا عيباه يا ملامته. فانا ارجو يا عم محمود براءة للذمة، قد عمرك كبير، اذا كان لديك المبلغ هذا والراجل ارسل لنا كل الاوراق والثبوتات اللي تثبت بانكم سددتم 83 ألف ريال سعودي من اجمالي المبلغ، رجاء التزموا وحافظوا على الصلات وحافظوا على القربة وحافظوا على الثقة التي كانت لديكم. احنا انت من تتكلم؟ انت معانا تتكلم؟ انت من تبغى انت؟ انت حمود سعيد وماشي؟ لا. دحين ماشي الان، مش انت حمود سعيد؟ طيب لما يجي حمود. امرك الى الله. الا هو انا داري انه هو، لكن عندما عرف بانه الاخ محمد بيسمعه وبيكلمه ما عجبش الكلام. الله لا وفقك يا اخ حمود اذا كنت يعني متهرب من دفع المبلغ، لانه هذه يا اخواني هذه حقوق الناس. فعندما تدخل في اي مكان تغترب لابد ما تحفظ ماء الوجه، ولابد ما تسمي وطنك، ولابد ما تسمي قبيلتك. انا بشكل